بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحكي الآن عن كيفية حجز عن طريق حجز موعد بالسجل المدني عن طريق الرابط الحجز الإلكتروني. أول شيء بنفتح الماسح، ناخذ QR وبفوتنا مباشرة على الرابط. هون بإمكاننا نشوف البيانات المراكز، فينا نسجل دخول، وبتسجيل الدخول طبعا هو بيحفظ تسجيل الدخول قديم، وإذا ما في تسجيل دخول بإمكان يعني إذا كنا نحن فيتم نسوي حساب جديد. العملية كمان ما بتاكل غير ثواني. نحسن انه نسوي حساب جديد، بس نسجل الرقم الوطني والاسم والمعلومات كلمة السر. الآن نشوف هون نسوي عملية بحث، فينا نختار الشعبة اللي بدنا نشتغل فيها. هون المركز الرئيسي أو الشعبة الثاني، قلنا له تحديث البيانات. طبعا رح ننزل كل الشعب، بنشوف هون التواريخ اللي فيها حجز. على سبيل المثال هون طبعا بنشوف الساعة اللي موجود فيها اللي بإمكاننا نحن نحجز، وبإمكاننا كمان إنه نروح نحجز مباشرة بهي الأماكن. هلا الآن بنقول له هون احجز الآن، راح الروابط كلها ثواني. خليني آخذ الشعبة الأولى قبل، لأني أنا محدث فيها بيانات تجريبية الصراحة. هلا بالشعبة الأولى هون في شغلة صغيرة، إنه أنا عامل حجوزات تجريبية مسبقة، مشان هيك أنا اخترت لهذا السجل الرئيسي آسف. فأنا مثلا في عندي هون 306 متاح من أصل 750، يعني سعة المركز مشان الشفافية هي 750 مراجع، ولكن في عندنا 306 متاح. لهذا السبب إمكانية الحجز واردة، بإمكاننا نحجز. بنقول له احجز الآن، بنفتح هون بيوزع لي الزحمة. مثلا بيقول لي الساعة 9 متوسطة الزحمة، ما هي كبيرة. بيقول لي هون ممتلئ ما خرجك تحجز. هون بيقول لي مزدحم، هون 36 حاجزين اشخاص خلال هالثلث ساعة هاي. بينما هون ما في حدا حاجز، فالمواطن اللي بده يجي على رياحته وما يعرق وما يتعذب، طبعا هو كلهم بدهم ما يطولوا بإذن الله تعالى، ولكن نحن عم ناخذ بكل ثلث ساعة 40 واحد حسب عدد الموظفين. طبعا هاي كلها بدها تندرس، بحيث انه يتم السعة نظامية ويكون الاشخاص عم تاخذ الوقت المناسب له. ولكن هو ببعد عن الزحمة المواطن اذا بده يرتاح، وبيجي لهون على الاخضر وبختار فيه الموعد اذا كان في بامكانه يجي. اما اذا ما مجبور لا، بيجي الصبح بعود حتى ولو كان متوسط. ولكن الاسود ما فيه يختاره. اختار واحد من الاخضر هون، وقلنا له تأكيد الحجز فقط، بس بكل بساطة تم تأكيد الحجز، تم الحجز بنجاح. السيستم مباشرة بياخذني على المواعيد اللي أنا خاصة فيني، وبيقول لي إنه أنت في عندك موعد بأمانة سجل بحلب بتاريخ 17 شهر. تاريخ الحجز 17. هلا هي بدها تصليحة مشان نكبر اليوم 18 ونحن حجزنا ب 17. هي بدنا نصلح فيها شوي أفضل. الموعد ب 18 الشهر الساعة 2 نحن حجزنا، هذا هو موعدي، راح نروح عليه بشكل مباشر. الآن نحن بنقول له هون الاتجاهات، فبيعود بفتح جوجل ماب وبياخدني من موقعي. الآن أنا بيورجيني شلون أنا بدي أمشي على هذا المكان. بيقول لي إنك أنت تطلع، أنا هون قاعد بالقصر المحافظة، بيقول لي بتمشي بهالمسافة هاي، قد المسافة بيني وبين المكان اللي بدي أروح عليه يوم اللي بدي أحجز. هذا كل شيء بخص كيفية الحجز الإلكتروني. رح أحكي نقطة صغيرة بالنسبة للموظفين. أنا فايت هلا الآن بصلاحيات أدمن، وبالتالي بالنسبة للموظفين بإمكانه يكبس هون. بس كبس هون. طبعا هذا الفيديو خاص جدا، فيه بعض المعلومات التجريبية، فبالنسبة للمواطنين، المواطنين حجزوا بكل بساطة نفس اليوم. إذا كان الشخص موظف بيكبس على الزر اللي على اليسار يوميا، بيكبس هذا الزر مرة، فبطلع له هون أسماء المراجعين. هون بطلع له أسماء المراجعين. مثلا أنا ما رح أعرض غير تاريخ الحجز، فهون بطلع له هون على اليمين اسماء المراجعين، انا مشان خصوصيه البيانات، وهي من الاساس بيانات تجريبيه. فبكتب له الاسم، بكتب له الاسم وبكتب له المواعيد، مين هن الاشخاص اللي بده يجوا، كل واحد بالساعه شغل. فالساعه 8:36 الشخص الاول، 8:37 يعني بكتب له هدول الاشخاص. طبعا هي بيانات تجريبيه نحن حاطينها. بيجي المواطن بشوف اسمه موجود عند الموظف اللي موجود على الباب. طبعا هي مشان اذا كان الانترنت كمان ما هو متوفر نهائيا، بامكاننا نحفظها الصبح PDF، وهي باعتبار انه مو مسموح يحجز بنفس اليوم، بتكون جاهزه والاسماء كلها موجوده على الباب، كل واحد بساعته.
هون عملية تأخير نص ساعة، إذا تأخر نص ساعة، وهذا كله ضمن قوانين المركز. كل مدير مركز بيحدد إنه كيف راح نتعامل، شو قد المواطن متأخر أو شو قد جاي بكير حسب الزحمة. إذا جاي بكير ما بفوتوه، أما إذا جاي متأخر فهون ممكن يسمحوا له أو لا حسب الزحمة وحسب إنه يأخروا. كهي شغلة بتخص إدارة المركز، نحن ما راح ندخل فيها كمبرمجين. هذا كل شيء بخص الحجز الإلكتروني وكيفية مشاهدته من قبل الموظفين ومن قبل المراجعين. وشكرا لكم، والتوفيق.